مشاهدي اريبيا ويذر دوت كوم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. نتحدث اليوم عن منخفض جوي يتوقع ان يؤثر على عموم الامارات العربيه المتحده وبعض دول الخليج العربي خلال الساعات القليله القادمه. هناك تدفق لكتله هوائيه بارده ربما نعتبرها غير معتاده تتدفق الى مناطق الخليج العربي خلال الساعات القليله القادمه. حسب اخر صوره الاقمار الاصطناعيه نستطيع ان نرى ان هناك كميات من السحب تتدفق حاليا باتجاه مناطق الخليج، ومن المتوقع ان تؤدي هذه السحب الى هطول الامطار بمشيئه الله تعالى في مناطق مختلفة من دول الخليج العربي تشمل الكويت، السعودية، إضافة إلى قطر والبحرين، إضافة إلى الإمارات. الآن ما سيحدث بمشيئة الله خلال ساعات هذه الليلة يتوقع أن يتشكل هذا المنخفض الجوي في هذه المنطقة، وتكون هناك سحب رعدية مترافقة معه في مقدمة هذا المنخفض الجوي، وبالتالي يتوقع أن تتشكل خلال الساعات القليلة القادمة سحب رعدية في المناطق نسميها القطرية، إضافة إلى الأجزاء الجنوبية الشرقية من السعودية، وصولا إلى السواحل الشمالية والشمالية الشرقية من دولة الإمارات، وتعمل بمشيئة الله تعالى على هطول الأمطار. لنأخذ نظرة أقرب على هذا الموضوع، يتوقع أن يتمركز هذا منخفض فجر الليلة القادمة ليلة الأحد على الاثنين فوق المناطق الجنوبية الغربية من إيران. هناك جبهة هوائية باردة مرافقة لهذا المنخفض الجوي. في مقدمة هذه الجبهة هناك حزام من السحب الممطرة تغطي عموم المناطق الشمالية لدولة الإمارات، نتكلم عن أبو ظبي، دبي، الشارقة، وصولا وحتى رأس الخيمة. وهناك أمطار يتوقع أن تعم معظم هذه المناطق، تكون على شكل أمطار مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية على فترات، وقد تكون حتى غزيرة في بعض المناطق بمشيئة الله تعالى. هذا هو القسم الأول، يبدأ من ليلة الأحد على الاثنين يستمر حتى ساعات نهار يوم الاثنين. هناك تراجع بسيط في الحالة الجوية مساء يوم الاثنين، وذلك كنتيجة لعبور هذه الجبهة الهوائية الباردة. فجر يوم الثلاثاء يتحرك المنخفض الجوي من جنوب الأراضي الإيرانية ليصبح بمحاذاة منطقة رأس الخيمة، وتعبر حتى الجبهة الهوائية الباردة هذه المنطقة تماما بحيث يدخل الهواء البارد. الآن بعد دخول الهواء البارد يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من مساء يوم الاثنين بشكل واضح وملحوظ، وتنخفض حتى درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة في العديد من المناطق. بعد ذلك يتوقع أن يصبح هطول أمطار على شكل زخات متفرقة قادمة من البحر باتجاه السواحل الشمالية. هذه الأمطار رغم أن تكون على شكل زخات إنما ربما تكون غزيرة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط أيضا ربما لزخات البرد. أيضا هناك توقع لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية تحديدا في جبل جيس، والمرتفعات الجبلية تزيد ارتفاعا تقريبا عن 1700 متر عن سطح البحر، إضافة أيضا إلى المرتفعات الجبلية العالية في منطقة ودولة عمان. نتكلم عن سلطنة عمان، نتكلم عن جبل شمس ربما يستقبل تساقط للثلوج مع حدوث بعض التراكمات متوقعة في تلك المناطق. الآن في الحديث هذه الصورة مجملة عن تأثير الحالة الجوية. نتكلم عن أمطار تشمل مختلف مناطق الدولة، تكون هذه الأمطار رعدية كما ذكرنا، تكون أيضا مصحوبة بالثلوج على الجبال العالية كما نلاحظ، خاصة خلال ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء. وحتى إذا أخذنا نظرة أقرب نلاحظ أن تمركز هذه الأمطار الرعدية يكون على السواحل بشكل أساسي، إضافة إلى المرتفعات الجبلية. تقل غزارة الأمطار كلما اتجهنا باتجاه الجنوب بمشيئة الله تعالى، وخاصة مع ساعات يوم الاثنين تكون الأمطار عمت مختلف مناطق دولة الإمارات، إضافة إلى الأجزاء الشمالية من سلطنة عمان، إضافة إلى الأجزاء الساحل المطل على الخليج العربي من سلطنة عمان. يتوقع أن يستقبل أمطار جيدة بمشيئة الله تعالى. هناك رياح قوية جدا مترافقة مع هذه الحالة الجوية ستسبب اضطراب شديد في البحر وسيما في الخليج العربي. نتوقع أن تصل سرعة الرياح في مناطق داخل الخليج إلى أكثر من 100 كيلومتر بالساعة، وبالتالي نتوقع ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 4 أو 5 متر أحيانا داخل الخليج العربي، وبالتالي نتوقع أن يكون هناك اضطراب شديد في البحر، ولا ينصح ارتياد البحر في هذه الأوقات، وخاصة اعتبارا من ساعات صباح يوم الاثنين. أيضا عموم المناطق الساحلية يتوقع أن تستقبل رياح قوية تكون على شكل رياح شمالية إلى شمالية غربية، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على عموم السواحل في المنطقة الشمالية، إضافة أيضا إلى بعض السواحل العمانية